ما هو اللور؟ هل اللور مفيد؟ هل فيديو اللور مهم؟ ما أجمل شيء في اللور؟ ما هو اللور أصلا؟ كفاية يا جماعة أسئلة على اللور. حقكوا عليا كل ما أخش على قناة الواتساب ألاقي حد بيسأل على اللور. عارفين حاجة؟ أنا هجاوبكوا وأقول لكم إيه هو اللور، بس لحظة واحدة. ازيكم يا اساطير؟ معاكم ميجا من قناه جيمز هايلايت، ولو لسه جداد على القناه فيشرفني ان انتوا تنضموا لجيش الهايلايت عن طريق اللايك والسبسكرايب تفعيل زر الجرس. ويلا بينا نبدا. اوكي، الفتره اللي فاتت انا ما بيواجهنيش حاجه غير اللور. كانت فكره سيئه، فكره ما قررت اعمل لور واسال الناس تفتكروا ايه هو اللور. امال لو عملنا فيديو اسئله، امال لو اتشهرنا ووصلنا ل1000 وعملنا فيديو اسئله، امال لو وصلنا ل1,000,000 وعملنا فيديو اسئله، هتعملوا فيا ايه؟ بصوا يا جماعه، باختصار اللور هو لور. النكته بايخه، انا عارف، اعتذر جدا عن النكته دي. باختصار شديد اللور هو يعني هفهمكم بشكل ابسط. انا بحاول ابسطها لكم على قد ما اقدر من غير ما احرق عليكم اللور بتاعي. يعني مثلا ايه اللور بتاع باتمان؟ اللور بتاع باتمان ان الجوكر جه وكسر اهله وبس. هو ده اللور بتاع باتمان، دي فكرة اللور. اللور هو بيحكي عن حاجة معينة، عن تطور حاجة، عن شخصية معينة، او عن تطور شخصية انمي، او عن تطور كرتون، او عن اصلا شركة ازاي انشئت. ده اللي انا فهمته اصلا، لان انا كنت زيكم معرفش يعني ايه لور، معرفش هو ايه اللور، معرفش ازاي بيعملوا لور اصلا، لحد ما قعدت وركزت وقررت انه يا انا يا اللور. وخدوا بالكم ان انتوا طول الفترة الجاية مش هتسمعوا حاجة مني غير اللور. انا اتلخبطت. فكما تدين تدان والحياة دوارة يا صديقي. ما انتوا هتفتكروش ان انتوا تقعدوا تسألوني ايه هو اللور وتطلعوا عيني وفي الاخر انا ما اسألكوش ايه هو اللور. اعتبروني انا نفسي معرفش ايه هو اللور. يلا هاتولنا بقى حد يرد علينا ويقول لنا ايه هو اللور. يلا انا مستني اهو، انا مستني حد يجيب لنا، حد كلنا يقول لنا ما هو اللور. ايه رأيكم في الفكرة دي؟ باختصار كل اللي عليكم ان انتوا تستنوا. يعني بجد انتوا كنتوش قادرين تستنوا ليوم الجمعة. لا، والمشكلة ان انا كان في حد اعرفه تمام، كنا متقابلين امبارح، كان طول المقابلة عمال يسألني ما هو اللور، واقول له استنى لبكرة، مش راضي. يا جماعة انا عارف والله ان انتم متحمسين تعرفوا ايه هو اللور، وده شيء مفرحني جدا، وده شيء بسطني جدا، لان انا كان طول عمري نفسي اعمل حاجة الناس يعني تبقى ايه، متشوقة ان هي تعرف ايه هي الحاجة دي، وده مشوقني. فانا اولا مستمتع، فما كنتش عايز اطلع اشرح ايه هو اللور اصلا. ثانيا انا حاسس كده بنجاح، حاسس طعم النجاح حلو صراحه، يعني فليفر بتاعه يعني بطعم الجبنه كده، فعجبني. يعني انا بحب اي حاجه بالجبنه او اي بطاطس يعني، فعجبني بجد. يعني انا حسيت انه الله يا جماعه، ده انا قاعد مجنن الناس، ده الناس بقى لها قد كده بتسالني ايه هو اللور. انا طلعت 6 مسجات بس من اللي جملي. يعني انا بجد كنت بفكر افجر القناه بسبب اسئله اللور. كفايه. المهم انه انا حاليا نزلت صورة ايستر، لازم كله يروح يشوف صورة الايستر دي، لان مين يعرف مش يمكن نعمل زي شركات العاب الرعب المشهورة ونبقى عاملين حاجات سرية، مش يمكن ننزل فيديو يبقى فيه اسرار عن اللور، مش يمكن نكتب عنوان اللور في فيديو زي ده مثلا وانتم مش متوقعين، مش ممكن نسرب معلومة كده او كده، او نسرب صورة، او نعمل اي حاجة. توقعوا حاجات كتيرة جدا الفترة اللي جاية، وما تقلقوش الفترة قليلة، وانتظروا فيديو اللور بفارغ الصبر. لان يا جماعة الفيديو ده انا شغال عليا الفيديو ده انا شغال عليه بايديا ورجلي واسناني وعيوني وبقي ومخي وتفكيري، انا كلي حاليا شغال بيه، وانا بحاول اعمل حاجة صعبة، وان انا اوازن ما بين الدراسة واللور. عشان كده طلعت عيني اخر يومين. هو هتقولوا لي انت جاي في اخر يومين، هقول لكم الفيديو هقول لكم الفكره. سوري يا جماعه والله انا متلخبط جدا بسبب اللور ده. الفكره جات لي في اخر شهر 3، وعمل ما ابتديت احس ان احنا ممكن نقدم للناس اللور ده في حاجه معينه لسبب معين. كان جه اخر يومين في الاسبوع اللي فات،
قعدت حرفيا قلت ما هو يا انا يا المذاكره، عشان هيبقى يا انا يا اللور يوم الجمعه. فبجد انا لازم تكونوا يعني متحمسين جدا للور. انتوا اكيد متحمسين للور، انا عارف، انا شايف في ناس كتيره متحمسه للور. وما تقلقوش يا جماعه، صدقوني 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 صدقوني، مش هتندموا، مش هتندموا ابدا. تمام، محدش فيكم هيندم. محدش هيخرج من اللور. يعني هقول لكم على فكره احلى. ايه رايكم لو جاوبنا الاسئله اللي انا سالتها في اول الفيديو؟ ما هو اللور؟ انا قلت ما هو اللور قبل كده. هل اللور مفيد؟ شوف، لو انت متابع لهايلايت وبتحب جيمز هايلايت وبتحب ميجا، فانا كميجا اقدر اقول لك انه اللور هيكون مفيد بالنسبه لك. السؤال التاني نقول هل فيديو اللور مهم؟ طبعا فيديو اللور مهم. فيديو يعني مفيش يعني حاجة ما اشتغلتش عليه بيها، ويعني بجد انا شغال بايديا وبالاي اي وبتفكيري وكل حاجة. انا شغال بتشات جي بي تي وجيميناي في نفس يعني بجد شغال بتشات جي بي تي وجيميناي. انا في عادتي يا بشتغل يا بدا يا بدا، بس انا بشتغل بالاتنين اللي هما محسن وزيكو. فانا حابب كل الناس تكون عارفه ان انا ما استعملتهمش في حاجات اساسيه في اللور، بس فكرنا مع بعض، عملنا برين ستورمينج، عملنا شويه حاجات عشان نطلع لكم اللور بجد، عشان نطلع لكم لور يكون فعلا لور. فاهمين؟ نجاوب على اخر سؤالين، ما اجمل شيء في اللور؟ دي هنسيبها مفاجاه ليوم نزول اللور. ما هو اللور اصلا؟ برضو جاوبنا عليها. طيب انا عارف ان دلوقتي كله عايز يعرف الريليز ديت بتاع فيديو اللور. انا اسف جدا يا جماعه والله العظيم، بس اللي انا اقدر اقوله لكم ان هو يعني هيجي متاخر. هيجي متاخر قوي، بس اولا لسببين. السبب الاول انه هيجي في وقت مهم. السبب التاني هو هيجي في وقت ميجا مش هيكون اون سكرين فيه، ومش هيكون اون فاير زي ما هو بيخطط بداية من السنة دي، والسنة دي التخطيط بجد. فمش هكون اون فاير، مش هكون اون سكرين بسبب الامتحانات، لان جريد 9 احنا بنمتحن ان شاء الله بعد عيد الاضحى. تمام، يعني بعد عيد الاضحى، فهيكون اللور ان شاء الله خلص ونزل السكادول واتعمل كل حاجه، وهينزل لكم. ما تقلقوش واستنوا. او انا عايز برضو يعني انا كنت عايز الفتره تبقى طويله، بس مش لدرجه ان هو يبقى يعني الفتره دي كلها. بس حد بايده حاجه يا جماعه؟ حد بيحدد ايه اللي بيحصل وايه اللي ما بيحصلش؟ يعني عادي ممكن لا قدر الله فيديو اللور ده ما ينزلش اصلا، فمش احنا اللي بنحدد، ربنا هو اللي كاتب كل شيء، لازم كله يكون عارف ده. باختصار يعني مين يعرف؟ مش يمكن اصلا اللور ده هو اللي يشهرني بجد والله. يعني مش يمكن ان الناس مثلا تطلب مني ان احنا خلاص هنتابعك، بس مثلا بشرط ان انت تعمل لنا لور كل ما الفترة دي تيجي. مين يعرف؟ مين يعرف بجد؟ مين يعرف ايه اللي ممكن يحصل؟ فبس هو ده كان كل الفيديو. انا ما كنتش عايز الفيديو يوصل لكل الطول ده، واللي اقدر اقوله لكم استنوا اللور. ركزوا جدا 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 في فيديوهاتي اللي هتنزل كلها، حتى الشورتس، مع ان انا مش هنزل شورتس تاني، بس ركزوا في كل الفيديوهات وتأكدوا ان انتوا تكونوا سمعتوا الفيديو ده لاخر ثانية ولاخر فهمتوا ثانية في الفيديو. ودايما روحوا على حتة البوست بتاعت جيمز هايلايت واعملوا تشيك عليها 24 hours، لان ممكن في اي لحظة في اي وقت في اي ثانية تنزل حاجة ليها علاقة باللور. ممكن اصلا ينزل ليك ليه علاقة باللور وليك يعني التسريبة. تمام، عشان انا يعني بس حبيت اكون واضح معاكم. وان شاء الله وحسب ما انتوا هتقولوا لي في الكومنتس تحت الفيديو ده، وحسب برضو ما اسمه ايه هعمل فوت، ولازم كله يشارك في الفوت برضو. هنشوف هل هنعمل official trailer للسكند anniversary سوري ولا لا، يعني عشان برضو ايه ناخدها كده في سكة اللور، ان احنا نبقى عاملين برضو الحاجات بتاعت second anniversary من اول، واللور ملوش اي علاقة بالسكند anniversary يا جماعة. وبس انا طولت عليكم جدا، هو ده كان الفيديو، كان معاكم ميجا، والسلامات والباي بايات والى اللقاءات.